السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات في موضوع جديد، وهذا الموضوع إن شاء الله تكملة للموضوع السابق. يعني تحدثت في الحلقة السابقة عن مركز الطفل وتأثيره في عملية التنشئة الاجتماعية. ناقشت موضوع الطفل الأول. اليوم إن شاء الله أكمل في جزئين، اللي هو الجزء الأول الطفل الأكبر، يعني بمعنى أنه هو أكبر طفل في الأسرة. طيب ما هو يعني هذه خصائص الطفل الأكبر؟ يعني ما هي الجانب التركيبة النفسية بالنسبة للطفل الأكبر؟ أولا الطفل الأكبر لأنه نحن زي ما ذكرت اللي هو الطفل الأول، وأحيانا قد يكون في طفل أول لكن قد يكون يعني يمكن توفي، وبالتالي هو يكون الأكبر ليس فقط أنه هو المركز، لكن قد يكون في حاليا هو الأكبر في الأسرة. هذا الطفل الأكبر أنه يجد حماية زائدة ويكون أقرب الأطفال إلى والديه، يعني دائما الوالدين الأكبر تعالي مثلا أي كان، إذا كان بنت ولا ولد دائما هو الأقرب، هو الأقرب من ناحية الاستشارة، هو الأقرب من ناحية تحمل المسؤولية، يشعر بالمسؤولية أكثر تجاه أخوانه، يعتبر هو قدوة بالنسبة للأخوان. وتجد أنه دائما الأمهات أنت الكبير، لو عملت كذا أن أخوك حيقلدك، يعني فيتحمل مسؤولية. وأحيانا يكون هو لسه يعني الطفل، ماذا لو هو طفل لكن كون أنه هو الأكبر فيتحمل كل شيء يعني. وهذا أنا أجده في كثير من الشابات ونناقش في جلساتنا الإرشادية، تقول لي أنا كبيرة وأنا ما استمتعت بطفولتي. لماذا؟ لأنه أهلها وأمها حملوها أخواتها الصغار. فتقول لي واحدة من الشابات الآن تبلغ من العمر 20، تقول لي يا دكتورة أنا ما شعرت بالطفولة أصلا. يعني تقول أنا لو في إمكانية أعود لمرحلة الطفولة واستمتع فيها، لأن أنا كنت أقول أمها تترك مسؤولية أخوانا وتخرج أحيانا في الزيارات، تخرج لأي سبب كان، فحملتها مسؤولية من وهي سن أقل من 10 سنوات. نحن نطالب بالمسؤولية، ولكن لابد أن تكون هنالك توازن. المسؤولية المقننة، يعني أنا ما ممكن أكون عشان أنا أكبر واحدة عمر 7 سنوات 8 سنوات أتحمل كل شيء، أتحمل مسؤولية الأم نفسها. فتقول إنه كنت في كل شيء أفعل كل حاجة. ولذلك الآن الأخ اللي هو أخوها يبلغ من عمر 14 عاما يشعر إن هي أمه، يقول هي أمي، هي أختي وليس أمه الحقيقية. فهذه واحدة من الأسباب، واحدة من المشاكل اللي تسبب بالنسبة للأطفال فيما بعد، حتى تكون يعني للأسف هذه الطفولة اللي فيها براءة، الطفولة اللي فيها الإنسان يستمتع، هذه واحدة من المراحل الهامة في حياتنا، إن إحنا حرمنا أبنائنا من هذه، لأنه باعتبار كان هو الأكبر وحملناه ما لا يمكن تحمله. نقطة آخر اللي هو يكون عنده السلطة، وأنا لاحظت هذا الأمر في هذه الشابة اللي كانت تحكي قصتها. يعني هي تشعر إنه هي تتصرف كأنها هي الأم، سبحان الله، في كل شيء هي اللي توجه، هي اللي تعمل، هي اللي تتحمل كل شيء. يعني حتى أمها ما تستطيع أن تشتري شيء إلا بإذن منا. هذا الإحساس اللي هو السلطة، شعورها بأنه هي المسؤولة، اتحملت هذا الشيء، وبالتالي يعني تكون هي حساسة، وتكون يعني لو حصل أي فشل كأنه تشعر أنه هذه مسؤوليتها. النقطة الثانية اللي هي كذلك بالنسبة للطفل الأكبر توقعات الوالدين، يعني وهذه في حالات أخرى دائما الطفل الأكبر الأم والأب يعني يتوقع أنه أنت لازم تنجح، وأنت تكون تحقق المعجزات، وإن لابد، لأنه أنت لو ما نجحت أخوانك حيطبقوا نفس الحال. وهذه طبعا تحتاج لأسلوب تربوي صحيح، كيف نحن نتعامل مع كل ابن، إذا كان من حيث المكانة أو المركز، ومن حيث التركيبة النفسية بالنسبة للطفل. يعني والنقطة الأخرى اللي هي من ضمن السمات هذا الطفل أنه يعني ياخذ، يعني هو اللي يتحكم في ممتلكات أخوانه، يعني ودائما يكون يعني متقدم في النضج بالنسبة للنمو. يعني بالنسبة للطفل مثلا كل مرحلة عمرية، احنا عندنا في علم النفس النمو كل مرحلة عمرية لها متطلبات معينة،
والمرحلة السابقة تؤثر في المرحلة اللاحقة، كل هذه فيما يتعلق في النمو. وبالتالي إذا كان هذا الطفل يعني بدأ عند النمو يعني في بعض الأمور ووصل لمرحلة نضج في بعض الأمور يعني أسرع من البقية، فهذه كلها هذه كل جملة هذه السمات وكل هذه السلوكيات تؤثر في عملية التنشئة، لأنه نحن موضوعنا كيف يؤثر مركز الطفل في عملية التنشئة الاجتماعية، وهذا ما يتطلب من الوعي والفهم والإدراك والمعرفة حقيقة من أولياء الأمور. نأتي الآن لجزء آخر اللي هو الطفل الأصغر. نحن تحدثنا في الطفل الأول والطفل الأكبر والطفل الأصغر عكس الطفل الأكبر، يعني دائما له مكانة خاصة، ونحن تلاحظوا حتى في حياتنا الاجتماعية في الحياة العامة باعتبار أصغر واحد يعني في دلال زائد وفي اهتمام وفي تلبية احتياجاتهم. يعني سبحان الله حتى بعد ما يكبر يقول أنا أصغر واحد وأنا المحبوب في الأسرة، وينتج عنه عدم تحمل المسؤولية عكس الأول. يعني دائما الطفل الأصغر وحتى بعد ما يكون كون أسرة يظل هو ما يتحمل مسؤولية، لأنه هو تعود من هو في سن هو صغير خلاص الكل يلبي له احتياجات، الكل يتحمله، وبالتالي هذا الإحساس يعني يؤدي بعدم إحساس بالمسؤولية، وأحيانا قد يؤثر في الثقة بالنفس، يؤثر في عدم الشعور بأنه أنا ليس كفء، يعني ما أقدر أعمل شيء، لأنه اللي كان يعمل له كل شيء كان أخوه الأكبر أو أخوه الأوسط. يعني هذه الأمور كلها ممكن تنعكس في أنه الشعور بالخجل، الانطواء، وأحيانا يكون العكس، يعني بما أنه وجد كل هذا الاهتمام وهذه الرعاية قد يكون هو الطفل الأصغر أنه هو اللي يعني اللي يتحدث بطلاقة وغيرها. يعني هذه الأشياء كلها يعني تجعل الطفل في بعض الأحيان يكون هو خاضع لسلطة الأسرة، يعني بمعنى أنه الأكبر هو اللي يتصرف في كل شيء. يعني حتى الطفل الأصغر يقول له إذا أخوك الكبير ما سمح لك تخرج تلعب ما يلعب، فيكون هو أكثر اعتماديا على الآخرين في كل شيء ويشعر بالحماية الزايدة. وهذه الأشياء فيما بعد حقيقة هذه الأساليب الخاطئة في التنشئة التي تتعلق بمركز الطفل بتأثر في حياة الطفل في المستقبل، ويمكن ذكرناه في الحلقة الأولى في موضوع الطفل الأول. فهذه هي كل الأشياء اللي نحن كيف نكون الأم والأب مدركين إذا كان هذا الطفل الأول الطفل الأصغر وغيره، وبالتالي يعني نكون نحن استطعنا على الأقل بهذه المعلومات نستطيع أن نتعامل مع أبنائنا. ونقطة أخرى اللي هي يعني هذه السلوكيات وهذه العوامل الخاطئة في التنشئة زي ما قلت زي ما ذكرت تؤثر في المستقبل، تؤثر في الشعور بالحرمان، تجعل يعني الطفل اللي لاحظت أنا من الحالات اللي أنا يعني يمكن يعني في حالات الاستشارية التي مرت علي حقيقة شعرت أنه كثير من الأبناء واللي هم الآن شباب يشعروا بأنه أنا تحملت مسؤولية يعني أخي الكبير، فبالتالي ما زال الآن وهو شاب يتحمل بعض الأساليب أو بعض الألفاظ بعض الإهانات من أخوه الأصغر ويتجاوز عنه لأنه تعود هو كان يتحمل كل شيء. وخاصة هذا الأمر يؤثر حقيقة في إذا كان الطفل الأكبر فقد أحد والدين، وكثير من الحالات حالة الفقد يكون هو الأكبر هو اللي يتحمل كل شيء ويتحمل أحيانا قبل وقته، يعني هو في نفسه يحتاج من يتحمل عنه المسؤولية ويأتي هو في أمام أمر الواقع. وهذه قصة كانت فعلا مؤلمة جدا. يعني أخ يبلغ من العمر الآن فوق 50 عاما يقول لي يا دكتورة أنا لأنه والدته توفيت وأبوه تزوج امرأة أخرى، يقول هو كان هم فقد أخت وأخ هم 3 فقط، يقول أنا تحملت كل شيء يعني وأنا صغير، وهو في مرحلة ابتدائية كان يشتغل ويعول الأسرة وهو كان له دور كبير في إنه يعني أخواته كملوا المراحل التعليمية. فهذه كل الأشياء يعني حقيقة تحتاج مننا نحن ليس فقط كأسرة، حتى الأب لو تزوج امرأة أخرى لابد أن يتحمل مسؤولية تربية الأبناء وبالإضافة لمسؤولية الاجتماعية نفسها إذا كان الأسرة الممتدة العم الخال.
هذه الأسرة الممتدة كذلك لها دور كبير ودور إيجابي في عمل التنشئة الاجتماعية. وصلنا لختام حلقتنا فيما يتعلق بمركز الطفل وعوامل مؤثرة في تنشئته. إن شاء الله نكمل في الحلقة القادمة بالنسبة يعني الطفل الوحيد وغيره من الأشياء اللي إن شاء الله نحن نحتاج أن نناقشها في ما يتعلق في عوامل التنشئة الاجتماعية الصحيحة. وصلنا لختام الحلقة، إن شاء الله نلتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.